طبعا فيما يخص انتهاكات تركيا المستمرة بحق السكان المدني في شمال شرق سوريا، فأن أكثر التدهور الحقوقي الحاصل وإلى تاريخ اليوم هو قطع تركيا للمياه عن السكان المدنيين، وبالتسمية مياه محطة علوك تماما. فلا زالت تركيا مستمرة ومنذ 4 أعوام بقطع المياه عن السكان المدنيين، وهذا السلوك هو سلوك إجرامي، ويرتقي هذا الفعل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. طبعا وتركيا اليوم تخالف مبادئ اتفاقية جنيف وما نص عليها النصوص الأساسية، وأيضا تخالف البروتوكولين الأول والثاني، وبالأخص المادة 14 من البروتوكول الثاني. هذا السلوك الإجرامي المتبع ضد السكان المدنيين هو بالتوصيف القانوني هي حرب إبادة جماعية، كون تركيا اليوم تقطع مصدر أساسي من مصادر بقاء السكان على قيد الحياة. فلذلك اليوم تركيا تستمر بهذا الفعل الشنيع، تركيا تستمر بهذا الانتهاك المخالف للقانون الدولي العام، تركيا تستمر بهذه الأفعال الإجرامية، وهذا التدهور الحقوقي يعتبر من أخطر الانتهاكات على المستوى الدولي. وفي القرن 21، طبعا أتحدث عن القرن 21، هو قرن متطور من الناحية حماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، لكن بكل أسف اليوم نشاهد تركيا تستمر بحربها ضد السكان المدنيين وتخالف البنود الأساسية للقانون الدولي الإنساني. تركيا وحتى سلوكها كدولة احتلال يتوجب أن ترضخ للقوانين الدولية، لكن بكل أسف اليوم تركيا هي تمارس كل هذه الانتهاكات دون أن تأبه بأي قانون قد وضع لحماية الإنسان، وخاصة في مناطق النزاعات المسلحة. إذا تركيا أولا تشن عدوان أساسي، ثم تقوم بارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي وتخالف القانون الدولي الإنساني وتخالف القانون الدولي العرفي. فلذلك أصبح من الواجب الأخلاقي والقانوني على مجلس الأمن الدولي بتحويل مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية، ويجب أيضا على محكمة الجنايات الدولية باستلام هذا الملف الخطير لحقوق الإنسان، ويجب أن يكون هناك محاكمة حقيقية لمن يقومون بهذه الانتهاكات والذين يخالفون المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. كما تعلمون ونعلم جميعا، منذ عام 2019 أقدمت دولة الاحتلال التركي مع مرتزقتها على احتلال مدينة سريكانية راس العين، وأجبرت السكان على الهجرة، وعلى سبيل المثال أقدمت على أفعال تعد جرائم ضد الإنسانية وأفعال تعد جرائم حرب، وعلى سبيل المثال قطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها، وبالإضافة إلى المخيمات المتواجدة في هذه المنطقة، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعد أن المياه هي استمرارية للحياة. فالمادة 2 من اتفاقية لاهاي عام 1907 عرفت وحددت ما هو الاحتلال، ونحن بغنى عن التعريف تفصيلا عن الاحتلال، لكن هذا الاحتلال أقدمت على جرائم حرب ضد الإنسانية بحسب هذه المادة.